سحب مني 1000 في 2000 في 3 في 4 ومش عارفه اخد فلوسي. تعالى اقول لكم انا عملت ايه وخدت فلوسي وانا قاعده حاطه رجل على رجل. نبدا قصتنا بالصلاه على حبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اقول ايه؟ انا موظفه وسني صغير وبحوش قرش وبجهز نفسي عشان ابويا على قد حاله، وقلت لما يجي لي عريس يبقى انا ايه جاهزه من مجاميعه، وحتى لو جه وانا بجهز يبقى انا برضو لسه بجهز، وكده كده حتى لو اتجوزت انا مش هسيب شغلي. والحمد لله فضلت ماشيه كده كتير واحوش قرش واتعالى واعلى في شغلي ومرتبي يزيد لحد ما ربنا رزقني بواحد جارتي جابتهولي. شكله ابن حلال وطيب وحد امه وابوه، قلت مش مشكله، وشغال برضه على فكره متعلم زيي. وايه وقينا الفاتحه وجبنا الشبكه والدنيا مشيت تمام. وهو كمان شغال على فكره وبيبقى مرتب احسن من مرتبي. ايه المشكله بقى؟ اول اسبوع من الخطوبه كانت الدنيا حلوه والدنيا كويسه جدا. كان بيجي لي كل اسبوع يوم الخميس مثلا عشان صباح الجمعه هو اجازه وانا اجازه. بقى كل اسبوعين، بقى كل 3، لانه لما بيجي لي بيجيب حاجه معاه هو جاي. بقى ايه كل مدى الموضوع يطول 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 لحد ما ايه بقى ايام طويله جدا، كل شهر مره، كل شهر ونص مره، بقى ايه كده. المهم ابص الاقيه يقول لي ايه، بقول لك ايه انا مزنوق، انا معيش فلوس، انا مخنوق، انا مش عارفه ايه، بس شوفي لي 500 جنيه. دي اول البدايه. قلت له مفيش مشكله، معايا 500 جنيه، هترجعهم لي؟ اه طبعا هرجعهم لك اول الشهر. اول الشهر يجي مفيش، يعدي شهر واثنين وثلاثه مفيش، خلاص كده 500 مفيش. خلاص يا بنت مش مشكله، هو كده كده مجهز في شقته. ابص الاقيه تاني، انا لا لا لا، انا مش قادر، انا خلاص هتخنق، انا معيش فلوس، مرتبي كله ضاع واتسرق مني واتنيل مني وعمل مني. يعني ايه معكيش 2000 جنيه تمشوني؟ من 500 ل 2000 جنيه. صدقته، قلت له خلاص ماشي، انا كده كده شايله فلوس على جنب عشان الجهاز، هديك بس بدل 2000 هديك 1500 جنيه. خد ال 1500 جنيه. ان الفلوس ترجع؟ ما بترجعش. الفلوس فين يا ابني؟ كان لي عندك 3000 جنيه تقريبا. يقول لي بص هقبض جمعيه واديهم لك في شهر كذا. عدى شهر 2 3 4 وشهر جاز جه ما جابش الفلوس. وبعدين اقول له عليهم، يقول لي يا بنتي خلاص هديهم لك وانا كلهم عليكي. اقول له ماشي. عدى تاني كام شهر كمان وخد واستلف مني فلوس تاني وتالت ورابع لحد ما المبلغ وصل حوالي 50,000 جنيه. وانا بدي، مش هتعلم، لا انا بدي. المهم كده ما ينفعش خالص، وانا كده مخنوقه مش عارفه اعمل ايه، وكل ماده عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس، وانا برضو عندي حاجات لازم اعملها، عندي جهاز لازم اكمله، عندي حاجتي. المهم قلت له بص يا ابن الناس، دلوقتي النفس عندك حوالي 50,000 جنيه، هو انت حاسباهم؟ اه طبعا حاسباهم. مش زادين عليك وانت مش حاسبه ولا ايه؟ قال لي لا لا انا حاسبهم، ما فيش مشكله عندي، ما فيش مشكله خالص عادي يعني. قلت له خلاص ما هو عادي، ايه اللي مزعلك؟ خلاص انا حاسباهم. انا عندي عايزه 50,000 جنيه تديهم لي، يا اما على مراحل يا اما على بعضيهم. انا في حاجات في جهازي عايزه اجيبها. يا بنتي افهمي، ما هو ده اصلا في بيت شقتك انت كمان، هو انا اللي هاخده ده مش بحطه في شقتك؟ يعني ايه؟ هو انا بساعدك في اللي عليك؟ المفروض اساعد نفسي في اللي عليا. يعني اخش لك حاجتي ناقصه وانت حاجتك كامله من اللي معايا؟ ازاي يعني؟ طب بقول لك ايه، هنقسم البلد نصين، انا هديكي 25,000 جنيه و25 خليهم ايه في الشقه عندنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني زي ما بقول لك كده. رديت وسكت وقلت ماشي. ال 25 ما جوش ليه؟ ما جوش، انا عادي يعني، ايه المشكله؟ لا اله الا الله. طب اعمل انا ايه دلوقتي؟ يعني الواحد زي ده اعمل معاه ايه؟ وبرضه عايز فلوس تاني، عايز فلوس تاني مني. قلت له بقول لك ايه، انا معيش فلوس اديها لك. يا لهوي لما قلت له كده على اللي عمله، فرج عليا الناس وزعق معايا في الشارع وسابني ومشي. اتصلت بامي قلت لها، قالت لي يا بنتي ايه المشكله ما تساعديه، ما هو خطيبك. ما انا عايزه اللي يساعدني يا امي، انا عايزه اللي يساعدني، ابنك ما شاء الله مقشطني. قالت لي معلش مش مشكله، ما هو الجواز برضه زنقه. قلت لها زنقه عليه وزنقه عليا انا كمان؟ انا مش فاهمه في ايه. اقول لامي، اقول لابويا، ولا اسكت، ولا اخد فلوس ازاي؟ ما انا حتى كمان عايزه، حتى لو سبته انا عنده 50,000 جنيه، اعمل ايه؟ اخدهم ازاي؟ وكده كده لو انا سبت انا هرجع له الذهب، يبقى انا خسرت كل حاجه، خسرت 50,000 جنيه، انا صرفت على امه وصرفت على الشقه اللي عمل فيها وفي نفس الوقت خسرت كل حاجه. اعمل ايه اعمل ايه؟ قاعده سرحانه في شغلي، لقيت واحد زميلي بيقول لي مالك يا بنتي انت في ايه حكايتك؟ قلت له الموضوع، حكيت له الموضوع بالظبط، حكيت له قلت له بياخد مني فلوس مش عايز يرجعها، انت عايزه تكملي معاه؟ قلت له بصراحه لا. طب اقول لك ايه، اعملي بقى اللي هقول لك عليه. اقول لكم هو قال لي ايه؟
وعملته بالظبط. خدت واحده صاحبتي ورحت عند سايغ واتصلت بيه، طب بقول لك ايه، صاحبتي بتبيع ذهبها وهتبيع الذهب وسلفني فلوس. هو افتكر بقى، فرح طبعا ان انا هديله فلوس واديك الفلوس اللي انت عايزها، بس تعالى معانا عند بتاع الذهب يبقى في راجل معانا، عشان حتى اقعد انت على جنب بس كده ومالكش دعوه، بس في راجل معانا. قال لي طب خلاص ماشي، وفرح بقى، جه جري قعد. انا كنت قلع كل حاجه مديها لصاحبتي، فما خدش باله ان انا قلع حاجه من ايدي، وراحت هي فصلت وايه وبعنا الذهب واحنا واقفين. خلصنا بيع الذهب وخرجنا، قلت له خد فلوس اهي. قال لي ايه ده؟ قلت له ده دهبك. ايه؟ قلت له دهبك، انا خدت ال 50,000 جنيه بتوعي ماشي، وده بقيت دهبك، بقيت الفلوس، انت مزنوق عيش حياتك. يا لهوي على اللي عمله، انا هوديكي في داهيه، انا هحبسك. الفواتير كانت باسمه. قلت له اعمل اللي انت عايزه، على فكره المحل ده فيه كاميرا وصوراك معانا وانت قاعد معانا بتبيع الذهب، يبقى انا كده انت جاي بايع الذهب معايا، انا مش بايعاه لوحدي. واخبط دماغك في اتخن حته تعجبك. رحت لامي وابويا حكيت لهم على كل حاجه. ابويا قال لي جدع انك عملتي كده، انا عايز يجي يكلمني. وفعلا اتصل بابويا، ابويا بهدله، قفل السكه في وشه، قال له شفت بتعترض لبنتي، انا هعمل فيك محضر زي الزفت وهسجنك. وخدت ذهبي منه، وخدت قصدي فلوسي منه، وهو خد بقيت ذهبه، وانا مالي بقى، هو عمال يهرب ويركض وخلاص كده. انا كده غلطانه، انا كده عملت اللي عليا وخدت فلوسي واديته فلوس اللي هو مزنوق فيها. مش كده صح ولا غلط؟